وفي ظل الجولة 22 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، طبعا دي قمة الجولة، مباراة ليفربول وتشيلسي. مباراة ليفربول وتشيلسي اللي ليفربول أكد فيها الصدارة عن جدارة وعن استحقاق، بالأهداف والنتيجة، بالعقلية اللي بيقودها كتيبة يورجن كلوب. المباراة دي ترجمت حاجات كتير قوي يعني، وأسئلة كتير وحاجات كتير الناس كانت مستنياها. أول حاجة ودي الحاجة اللي كنت بسأل فيها طبعا، محمد صلاح. طبعا بعد إصابته من المنتخب كل الناس قالت إيه، لا ده كان بيمثل، ومحمد صلاح كان مش عايز يلعب مع المنتخب ومشي. المفروض طبقا للكلام ده، طبعا الكلام اللي أنا مش معترف بيه خالص، ان محمد صلاح دلوقتي منتخب مصر تم اقصائه من بطوله كاس الامم الافريقيه، المفروض هيلعب المباراه ده لو ما عندوش حاجه. لكن المباراه دي ردت على كل واحد بيسال، محمد صلاح فعلا مصاب، محمد صلاح فعلا هيغيب كمان لسه عن مباراه ارسنال، علشان الاصابه اصابه العضله الخلفيه بتاخد وقت، والاستشفاء فيها بياخد وقت. دي اول حاجه. تاني حاجه، يورجن كلوب بعد ما طلع تصريحات ان هو خلاص هيسيب الفرقه في اخر الموسم وكده، كل الناس صحفيين والاعلاميين وكل الناس قالت ان ده هيأثر بالسلب على الناحيه المعنويه والدفع المعنوي للاعيبه في الملعب، وده هيأثر نفسيا على المنظومه كلها، وممكن ده يظهر في الملعب. لكن اللي حصل ان تحس اللعيبه بتقول ليورجن كلوب انت مش هتسيبنا، او تحس ان اللعيبه بتقول ليورجن كلوب احنا، لا احنا الفريق الاولى بيك، احنا الفريق اللي انت بعقليتك اتطورنا، احنا الفريق اللي انت بينك وبين نفسك هتراجع نفسك في القرار ده تاني، وهتقول ممكن يكون غلط، لا ده انا همسك الفريق، هفضل مع الفريق. ليفربول بدأ النهارده بغياب عناصر اساسيه من اساس الفرقه. عندك الكسندر ارنولد ناحية اليمين، روبرتسون الشمال، محمد صلاح، ثلاثة غايبين، ثلاث غيابات أساسية من الفريق. بيلعب فريق زي تشيلسي، فريق كبير، نص الملعب اللي بيعتمد على الناشئين بصورة كبيرة. يورجن كلوب اللي عنده عقلية التطوير، أحسن مدرب عنده عقلية التطوير، أحسن مدرب عنده عقلية البنية التحتية الصح للفريق. يورجن كلوب اللي من سنتين فاتوا، يورجن كلوب اللي من سنتين باع كاس الكاراباو وكاس الاتحاد وكل ده علشان يبني لعيبه، اللي كان عامل تشكيله تانية خالص بالناشئين بيلعب بيها، بيلعب بجونز وبيلعب بإليوت، ويلعب الناس دي اللي هي حاليا بعد سنتين هو خسر، بس دلوقتي هم الناس دي اللي شايله الفريق. طلع إليوت، طلع جونز، الباك اليمين النهارده الجديد لاعب تحفه، هو نجم المباراه النهارده. انا ما خدتش بالي ان الكسندر ارنولد غايب اصلا. فالمباراه ليفربول بكل المعاني وكل الطرق وكل الاساليب كل حاجه، ليفربول تألق في المباراه، عقليه، لعب، احترافيه، هو متصدر، المتصدر بمعنى الكلمه يعني. طيب على العكس خالص تشيلسي اللي من وجهة نظر تشيلسي فقد نجومها. تشيلسي كان بالتيشيرت بتاع نادي تشيلسي بس في الملعب، التيشيرت واللوجو بتاع تشيلسي بس، لكن نجوم تشيلسي مش موجودة. ليفربول كان متحكم في مجريات المباراة زي ما هو عايز، ليفربول كان بيلعب الكل في الكل. ليفربول كان بيلعب انا هجيب جون زي ما انا عايز، مش زي ما انتوا هتدافعوا. يا جدع ده جوتا خد الكوره خرم كده في نص المدافعين، راح جاب جون عافيه، اللي هو جون كده مش هعتمد اسامي، ودخل جاب جون. اي عرضيه كانت جول. شوف انت عندك عرضيه سوبوسلاي، وعرضيه لدياز والهدف الاول. طب انت بتتكلم في ركله جزاء برضو، نونيز ضايعه وكور في العارضه. يعني المباراه اصلا دي المفروض العدد بتاعها كان 6-7 لولا عدم التوفيق في بعض الكور. فنادي تشيلسي من اسوأ النسخ ليه هذا السيزون. الناس اللي طلعت بتتكلم محمد ابو تريكة على تصريحاته على نادي تشيلسي في اول السيزون، نادي تشيلسي مش هيعمل حاجه وكده، الراجل كان بيتكلم بناء على وجهة نظر مبنية على خبرة قبل كده. ولكن في نهاية المطاف ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز. ليفربول السنة دي غير اي سنة، ليفربول حتى بغياب نجومه ليفربول حاضر باسمه وبروحه.